على طريق حسن الاكادير كان بالدوري هي بالموسم الماضي تسجيل اهداف مقابل هدفين احتوي خبره وتجربه السنين كده صوره اكادير والحاسد اكادير والرجاء سواء بمدينه اكادير سواء بمدينه الدار البيضاء دائما هناك اثاره وهناك تشويق. اذا امامنا انس زيتي ثواني وتعطى انطلاقه ديال هذه المواجهه. اذا تعطى انطلاقه ديال المباراه والكره اللي فاتت فريق الرجاء مشات كره في جيلونا جونيور مبيلي جونيور كينتظر المسانده دي فرصه تمريره والهدف هدف اول اللي فاتت فريق حسنيه اكادير. الهدف الاول تمريره ممتازه من الجهه اليمنى عبد الله بوخنفر هو اللي وضع الكره في الشباك هو هدف اول فائده فريق حسنيه اكادير. تقريبا 7 ديال الدقائق كانت كافيه من اجل الوصول لمرمى الحارس انس زيتي. تمريره ممتازه من الجهه اليمنى وعبد الله بوخنفر في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. سنتابع من جديد هذه الفرصه وهذه المحاوله. جونيور مبيلي انتظر انطلاقه من الجهه اليمنى لحمزه قلعي تمريره و طريقه ممتازه. لاحظوا عبد الله بوخنفر امام المرمى يعني كنقول ما كانش حراسه فرديه. اذا حمزه قلعي يمرر وعبد الله بوخنفر في المكان المناسب يودع الكره في شباك الحارس انس زيتي وهدف اول لفائده فريق حسنيه اكادير. هدف محمد مقعازي كره في الجهه اليسرى لفائده فريق الرجاء ادم النفاتي والهدف هدف تعادل لفائده فريق الرجاء بواسطه المهدي موهوب يتمكن من تسجيل هدف تعادل لفائده فريق الرجاء. تقريبا اقل من 4 ديال الدقائق كانت كافيه لفريق الرجاء من اجل العوده في النتيجه. ولاحظوا رده فعل ديال جوزيف زيمباور في الوقت اللي غضب ديال عبد الهادي السكسيوي لانه ما كانش هناك حراسه فرديه. المهدي موهوب يضع الكره في الشباك وهدف التعادل لفائده فريق الرجاء. بدايه قويه للمباراه. نتابعوا من جديد التمريره لادم النفاتي. لاحظوا العرضيه ثم مهدي موهوب في المكان المناسب يسري بوزوق لادم النفاتي. ما تمكنش يوسف العبري من التسديد ولكن مهدي موهوب لاعب صراحه امكانيات مهمه تمكن من وضع الكره في الشباك وهدف تعادل لفائده فريق الرجاء بهذا الشكل وبهذه الطريقه. مهدي موهوب يعيد الرجاء لاجواء هذه المباراه. ارقام المتميزه مع زيمباور اللي بصم على نتائج قويه. المحاوله بالعبري فرصه والهدف هدف ثاني لفائده فريق الرجاء. كنقول بنيران صديقه وضع الكره في الشباك من طرف المدافع السنغالي آسان بيي اللي حاول انه يبعد الكره ولكن الكره تعانق الشباك. يوسف العبري تمريره ممتازه من الجهه اليسرى بحث على مهدي موهوب ولكن آسان بيي قام بكل شيء وضع الكره في الشباك. هدف ثاني لفائده فريق الرجاء. نتابعوا مره اخرى. لاحظوا بسرعه لعبه الكره من ادم النفاتي. يوسف العبري يبرر بحث على مهدي موهوب ولكن آسان بيي يضع الكرة في الشباك وهدف ثاني لفائدة فريق الرجاء. لاحظوا يعني هدف يعني أحسن بيي قلت واحد من اللاعبين من المدافعين صراحة اللي عنده إمكانيات مهمة ولكن كرة القدم هي بهذا الشكل. حاول انه يبعد الكرة ولكن الكرة أبت إلا أن تعانق شباك الحارس الجرباوي وتعلن عن هدف ثاني لفائدة خفيفي. كيلعب الكره طويله في اتجاه مهدي موهوب داخل منطقه الجزاء ممتاز موهوب وتدخل الحارس المهدي الجرباوي. ترجع كره في فريق حسنيه اكادير. خروج الحارس انس زيتي ممتاز القراءه ممتازه في الوقت اللي كنتابعوا المحاوله ديال مهدي موهوب. لاحظوا السرعه ديالو فتخطى عصام بيي تمكن من الوصول للكره يسدد وتدخل الحارس المهدي الجرباوي. فرصه يوسف العبري تابعت الكره في القائمه التالي. خروج جرباوي الكره اقرب دائما يسري بوزوق تسديده ولكن الكره بعيده. القائمة الثاني لاحظوا التدخل ديال المهدي الجرباوي. رجع الكرة من حمزة أفصال مقعزي يسري بوزو غادي فرصة في فريق الرجاء. تمريرة عند مهدي موهوب. خروج جرباوي موهوب مرمى فارغة وهذا المرة عصام بيي هو اللي بعد الكرة. كانت فرصة ومحاولة كانت سانحة للتسجيل لفائدة فريق الرجاء. مهدي موهوب تمكن من مراوغة الحارس المهدي الجرباوي يسدد ولكن عصام بيي تمكن من ابعاد كرة. لاحظوا ما كانش هناك وضعية تسلل. مهدي موهوب هنا المراوغة يعني بحث على القائم الأول عصام الكرة أمامه يوسف العبري تمكن أنه يرجع الكرة للخلف. حمزة قلعي يرفع الكرة فرصة ديما
الخطوره والكره جانبا. كره جانبا مره تمكن من وصول الكره. هذه فرصه المهدي موهوب لمكعازي، هناك انطلاقه ديال ادم النفاتي، فرصه لفائده فريق الرجاء. ادم النفاتي فرصه الهدف، فرصه الهدف والهدف. هدف ثالث لفائده فريق الرجاء. ادم النفاتي انطلاقه، دخول داخل منطقه الجزاء، يراوغ المهدي الجرباوي ويضع الكره في الشباك في الوقت بدل الضائع لهذه الجوله الاولى. وهدف ثالث لفائده فريق الرجاء لمرتد هجومي كان سريع. تمريره اتجاه ادم النفاتي اللي تمكن من وضع الكره في الشباك. هدف ثالث لفائده فريق الرجاء. لاحظوا من جديد التمريره ديال محمد مكعازي. ادم النفاتي مراوغه شباك فارغه، يضع الكره في الشباك. لاحظوا مكعازي تمريره ممتازه لادم النفاتي مراوغه. وهذا هو اللي قلت بان المرتدات وسرعه اللاعبين ديال فريق الرجاء ستكون خطيره وخطيره جدا. الجواب كان سريعا. ادم النفاتي يتمكن من تسجيل الهدف الثالث، وبالتالي المهمه كتصعب على فريق حسنيه اكادير. الرجاء نزلتي بولكسوت مقدم خفيفين تبادل المحاوله في فريق الرجاء. بولكسوت دخول داخل منطقه الجزاء. بولكسوت تمريره، تدخل الحارس الجرباوي، تدخل الحارس الجرباوي يبعد الكره للركنيه. كانت فرصه لفائده فريق الرجاء، كان خطا على مستوى التغطيه الدفاعيه. لاحظوا بين حسن بي وياسين مرامي كاد بولكسوت يستغلوا على نحو جيد، يسدد ورده فعل ممتازه من طرف الحارس الجرباوي. تمريره من عبد الله خفيفي، مشات الكره عند ادم النفاتي. النفاتي غيبحث عنه يسدد. النفاتي يعني يلقى امامه جدار هذه دفاعي، هذه فرصه وكره جانبا. كره جانبا ما كانتش تطلب مواصله اللقاء. ادم النفاتي في تقريبا بحث عنه يسدد، ولكن لقى امامه جدار دفاعي، تمكن من التمرير ثم داخل منطقه الجزاء. ادم النفاتي ما كانتش تسديده قويه، ولكن اذا الركنيه لفائده فريق الرجاء تنفذات في القائم الثاني. كانت خطيره هذه الفرصه وهذه المحاولات. لعبات الكره من يسري بوزوق، يجب كان يعطي حلول. صلاح الدين باي كذلك، عبد الكريم ايليون ومحمد. كره في جهه اليمنى، هذه فرصه تمريره من زريده داخل منطقه الجزاء. فرصه لفائده فريق الرجاء، كان المطالبه بالخطا. الحكم شرط لفائده فريق حسن اكادير. نتابعوا السقوط ديال يسري بوزوق، كذلك المطالب حكام الفار في الوقت امامنا. جوزيف زيمباور سيتابع الصوره، سيتابع اللقطه. ما خداش وقت كثير، تابع الصوره. يعلن عن ضربه جزاء، ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء. فريق الرجاء ان يكونوا خارج مستطيل العمليات. يسري بوزوق، اذا ضربه جزاء. نوفل الزروني وضع الكره في الشباك. نوفل الزروني وضع الكره في الشباك بعد ما يسري بوزوق وضع الكره في نقطه جزاء. نوفل الزروني لانه هدف رابع في الوقت اللي حاول عبد العزيز السكسيوي يبحث عن الحلول الهجوميه. الرجاء يتمكن من اضافه الهدف الرابع. لاحظوا الفرحه الكبيره ديال الركنيه من الجهه اليمنى. تلعبت الكره دائريه، البحث عن الراسيه والهدف. الهدف الثاني لفائده فريق حسنيه اكادير. الهدف الثاني بواسطه اللاعب حمزه البلغيتي اللي دخل خلال هذه الدقائق الاخيره. هدف كنقول بانه جا مباغت لدفاع فريق الرجاء. ارتقاء ديال حمزه البلغيتي. لاحظوا رده فعل ديال عبد الهادي الستيوي. تلعبت الكره بهذا الشكل، الراسيه ديال حمزه البلغيتي، باغت الحارس انس ازنيتي ويودع الكره في الشباك. هدف ثاني لفائده فريق حسنيه اكادير. تلعبت الكره طويله في اتجاه لاعب